السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى الكبير. حبيت أقول لكم عيد سعيد عليكم يا رب، وكلكم تكونوا بأحسن حال. يا رب يكون عيد كله خير وفرحة وسعادة عليكم وعلى كل حبايبكم. النهاردة جاي أتكلم في موضوع كده ممكن يبان عادي، بس هو في الحقيقة لغز من ألغاز الوجود المصري. حاجة موجودة في كل بيت، في كل تلاجة وفي كل مطبخ، محدش يعرف ليها تفسير غير إنها قدر أو حاجة انتي مكتوبة، فل قشطة. أو حاجة كده لازم تكون موجودة. نص الليمونة وطاسة الزيت اللي في كل بيت مصري. أيوة يا جماعة، بتكلم عن نص الليمونة اللي مرمية في طبق صغير على جنب، جنب كوباية مية في التلاجة، جنب علبة عصير. محدش عارف هي هناك من امتى، ولا حد اصلا استخدم النص التاني في ايه. وبتكلم عن طاسة الزيت اللي على البوتاجاز، فيها شوية زيت محروقين من قلية البطاطس الاسبوع اللي فات ومحدش لمسها. هل دي مؤامرة كونية ولا نوع من انواع والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع تعالى حاجات بقى يا غريبة سيدي. وعمال بص يا سيدي، نص الليمونة ده كائن أسطوري عايش في كل بيت معانا. هي مش ليمونة كاملة ممكن تستخدمها، ولا ليمونة خلصت خلاص نرميها. هي دايما عايزينه اللي نفس. يتكلم عليا نص أكيد كلمة. كلنا في مرة فتحنا التلاجة علشان نلاقي الليمونة دي. يا ترى مين اللي قطعها؟ ليه ما قطعهاش كلها؟ ايه استخدامها الأساسي؟ أسئلة هتفضل محفورة في سجلات التاريخ. الأم ممكن تكون قطعت مش نصها قوي على طبق بصراحة. فول الصبح، أو عصرتها على شوية شوربة، وبعدين قالت والنص ده هيبقى ممكن تحتاجه، وهي عارفة إن هي هتحتاجه. دي الأم المصرية يا جماعة، ما بترميش أي حاجة. أحيانا بتلاقيها مرمية في طبق مع ربع طماطماية، ايه ده، حرام وأحيانا عليكم. يتيمة كده ملهاش أهل، كأنهم عاملين عصابة صغيرة كده في التلاجة. تعالى بقى يا سيدي نشوف استخدامات نص الليمونة الخارقة دي، وغالبا مش عارفة اقول لك ايه، مش انا هتفهمها. مكسوفة، انا مكسوفة بجد. مش عارفة اقول لك ايه. الولد منتهي يا نص فؤاد. الليمون الطوارئ. ممكن تكون في أزمة طارئة عايز نقطتين ليمون كده على طبق السلطة، فتدور تلاقيها هي الحل الوحيد، وتقول الحمد لله إنها موجودة، مع إنك كنت ناسيها من شهر. مزيل الروائح منسي. الأم ساعات بتحط الليمونة دي في التلاجة علشان تمتص الروائح الكريهة اللي في التلاجة، والنتيجة الليمونة نفسها بتطلع ريحة أغرب من ريحة التلاجة. This is all your fault. المشروب الجمالي. في مرة من المرات هتفكر تشرب مية بالليمون علشان الدايت اللي ما بيكملش في الحقيقة يعني، فتطلع النص الليمونة دي وتحاول تعصرها، ما تلاقيش فيها ولا نقطة، كأنها بتنتقم منك على نسيانها ليك، وتقولك مش انت نسيتني؟ طب خد. تعالى لي بقى لطاسة الزيت. دي بقى حكاية تانية خالص. تركلي نص الليمونة وتعالى بقى نشوف. احنا اللي عملنا بنفسنا كده. دي في كوم ودي في كوم. دي مش مجرد طاسة زيت عادية، دي آثار بتنتقل من جيل لجيل. أصل حكايتها، الطاسة دي بتبدأ رحلتها، دي رحلة جديدة خالص في المطبخ. بتتقلي فيها أول مرة بطاطس أو شوية بتنجان كده، أو بانيه، أو شوية طعمية، بس الزيت بيكون ذهبي وجميل. لكن مع كل مرة بتقلي فيها حاجة، اخرس الزيت خالص. هيبدأ اقعد يغير لونه ما وريحته، تتكلمش. انا بس اللي ويتحول اتكلم. لمستنقع، بس مستنقع زيت مقلي. طيب، مين اللي هيغير الزيت ده؟ السؤال الأبدي. السؤال ده بيتسأل في كل بيت مصري كل يوم. الأم تقول مين غير الزيت اللي في الطاسة دي؟ الأب يقول مش أنا، والأولاد يقولوا إحنا ما كناش هنا على فكرة. وفي الآخر الطاسة بتفضل مكانها، الزيت بيستمر في رحلة التطور بتاعه. استخدامات بقى الطاسة دي والزيت المتبقي فيها واللي تخوف. الزيت الاحتياطي ليوم القيامة. الطاسة دي بتفضل موجودة كنوع من الزيت الاحتياطي، يعني لو حصلت كارثة، لو حصلت أزمة ومش لاقيين زيت جديد، كأنها كنز استراتيجي. طاسة الطوارئ. لو عايز تقلي حاجة كده على السريع وما توسخش مثلا طاسة جديدة أو طاسة تيفال اللي محدش أصلا بيلمسها في البيت وبتقعد في النيش، معززة مكرمة، وإحنا اللي بنخدمها على فكرة. انت بتتكلم جد.
تروح مطلعها هي، والريحة اللي بتطلع منها تخلي الجيران تعرف انت بتقلي ايه. المتحف اللي بيتحط على البوتاجاز احيانا بتفضل على البوتاجاز كأنها قطعة فنية او نصب تذكاري للمجهودات اللي حصلت في المطبخ قبل كده، ومحدش يعرف اساسا هل هي قطعة فنية ولا ايه، محدش عارف الى حد الان. في الاخر يا سادة يا كرام، نص الليمونة وطاسة الزيت دول مش مجرد اشياء في البيت، دول جزء من فلسفة البقاء في البيت المصري. دول بيعلمونا اقتصاد الموارد، ما تفكرش ترمي اي حاجة ممكن تحتاجها في يوم من الايام حتى لو بعد قرنين. على فكرة شفت فيديوهات كتيرة بيستخدموه في صناعة الصابون، وده بيعلمنا تاني حاجة، فن التأجيل. كل حاجة ممكن تتأجل لحد ما تلاقي نفسك نسيتها خالص، بس بتلاقي لها مكان بعد ما تكون نشفت وما بترضاش ان هي تعبرك بعد نص الليمونة اللي حكينا عليه في اول الفيديو. القدر، وده تالت حاجة، ان في حاجات كتيرة لازم تقبل وجودها في حياتنا من غير ما تسأل ليه وازاي. الظواهر دي هي اللي بتدي لبيوتنا المصرية نكهة خاصة، وتخلينا نضحك على نفسنا وعلى عاداتنا اللي ساعات بتكون أغرب من الخيال. ايه رأيكم في نص الليمونة اللي في بيتكم وطاسة الزيت اللي معمرة عندكم؟ روح كده وانت بتسمع الفيديو افتح التلاجة هتلاقيها موجودة، وافتح الفرن بتاع البوتاجاز هتلاقي طاسة الزيت اللي لسه معمرة عندكم من أيام نابليون. وهل عندكم حكايات كوميدية حصلت معاكم بسبب الطاسة والليمونة؟ ياريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان خاطر احنا بنعمل فيديوهات غريبة وفيديوهات بتناقش الحاجات الغريبة اللي في كل بيت مصري. ونتقابل في لغز مصر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.